ازيك يا شباب عاملين ايه؟ انا ابراهيم حمدين ودي قناه حمدي نوفيتش، واحنا النهارده جايين نتكلم عن ماتش برشلونه والافيز اللي اتلعب امبارح في الجوله التاسعه من الدوري الاسباني. فيلا بينا كده. مش عليك، انا هكلمك بصراحه ومش هخبي عليك، انا فرحان ومبسوط ورايق وبحب كل الناس. هتقول لي ليه؟ هقول لك ليه. انا فريقي من اول 9 ماتشات كسب 8 ماتشات، دخل 28 جون. انا لو كنت جيت قلت لي بعد 9 جولات في التوقف الدولي التاني انت متوقع هتجيب كام نقطة، كنت هقول لك اتمنى ان احنا نكسب 6 او 7 من ال9 ماتشات، والماتشين التانيين دول لو ما خسرناش نتعادل. فان انا اكسب 8 ماتشات واخسر ماتش واحد، واخسر الماتش ده بسبب يعني ان انا ما كنتش وحش، فكرة ان هو ما كانش فيه دكة لان اللعيبة كانت لازم تريح. فان لو اللعيبه الاساسيه كانت نزلت كنت ممكن اكسب كمان. فانا زي الفل. انا كده التوقف الدولي بالنسبه لي المره دي، لا انا رايح التوقف الدولي زي الفل. هو بس خوفي الوحيد ان حد يرجع مصاب، غير كده زي الفل. الفرقه جميله جدا، مبسوط جدا جدا جدا. عودة المصابين كمان بعد التوقف الدولي دي هتدي إضافة قوية جدا، لأن خط الوسط هيختلف تماما. من خط وسط فيه إيريك جارسيا وكاسادو، لخط وسط هيكون فيه ديونج، جافي، أولمو، فيرمان، بدري، وكده كده بيلعب بس معاهم يعني. والدكة بتاعتك بقى هم الأساسيين دلوقتي. فإن أنت يحصل النقلة دي، إن جافي وديونج مثلا وأولمو يلعبوا، يبقى الدكة بتاعهم كاسادو، جارسيا، فيرمان لوبيز، بدري، لا دي هتبقى نقلة أحسن بكتير. الفرقة راحت التوقف الدولي ومتصدرين الدوري. كسبوا ماتش الأبطال، كسبوا ماتش وخسروا ماتش. أقوى هجوم في الليجا، احسن فرقه بتلعب كوره في اوروبا تقريبا. فعم فليك عامل اداء خرافي مع الفريق لحد دلوقتي، اتمنى يستمر على كده. تعالوا بقى نتكلم عن الماتش. انا يا جدعان بقيت مبسوط من برشلونه من حاجه واحده، ان برشلونه بقت نازله الموسم ده كل ماتش نازلين من اول دقيقه عايزين يجيبوا جول. ماتشات الليجا رخمه، الماتشات دي لو اتقفلت عليك والفرق طلعت من الشوط الاول متعادلين، هينزلوا الشوط الثاني كلاحه 11 لاعب في ال 18 كلاحه طول الماتش بقى تطفيش فبرشلونه من الدقيقه الثالثه برشلونه بتسجل جون اوف سايد، بس من الدقيقه الثالثه بدري تقريبا او كاسادو ادوها لامين ناحيه اليمين خالص، لامين اداها لرافينيا، رافينيا راح انفراد. برشلونه نازله. لا احنا مش هنتاخر، مش عايزين نتاخر في الجون، لازم جون بدري بدري يفتح الماتش. وهو ده اللي حصل. فهجمه من الهجمه في الدقيقه 12 باين حاجه كده، لامين كان هيرقص لاعب ويدخل، الواد زقه خد فاول، ارفع يا رافينيا، ليفا جول، خلصت خلاص. الفرقه خلاص، الفرقه نفسها برشلونه هتلعب وهم هاديين. انت خلاص اتقدمت بدري فبرشلونه هتلعب هاديه. الفرق التانية خلاص لازم تخرج عشان تتعادل او تفضل محافظه على الجون ده، على امل ان هو في اي مرتده يجيبوا جون. فانت خلاص انت كبرشلونه ما بقتش مضغوط، انت نقلت الضغط للفرقه التانية. ورغم كده لا الفرقه داست اكتر، والتاني والتالت، وكان ممكن يجي جون رابع كمان، بدري الكره ضيعها. فبرشلونه تمام جدا. الجون الاول بقى، الجون الاول انا عايز اتكلم عن حاجه كنت قلتها في كام فيديو فات. الكرات الثابته في برشلونه انا شايف ان بقى يجي منها جوان، في افكار بتتنفذ. الكره اللي بقول لكم عليها بدري ضيعها دي كره اللي اترفعت، رافينيا ودها على البعيده، فرقه برشلونه كلها طلعوا كده لقدام، سحبوا معاهم لعيبه الافيز، فضوا بدري. بدري بقى فاضي خالص، بس هو بدري جه شوطها لفت على رجله قلشت فطلعت بره. انما انا شايف ان في شغل في الكرات الثابته. اتمنى يكون ده حد فعلا مدرب شغال على الكلام ده، مع ان ما اعتقدش انها صدفه. فاتمنى برشلونه تستمر على الموضوع ده، لان في ماتشات هتبقى فعلا ماتشات رخمه هيكون لعبك فيها على الكرات اللي زي دي. الجون التاني طبعا بدري اداها لرافينيا على الخط، رافينيا جون جميل جدا. خد سحب الخط كده، رقص اللاعب، طول كده الكوره وجري وراها، راح. كان في مدافع مع ليفا، لا رافينيا داخل عليه ما عرفش يعمل ايه، يفضل مع ليفا ولا يطلع يقابل، طلع قابل رافينيا. رافينيا اداها الليفا في توقيت حلو قوي، لما ليفا يخش في التسلل جاب الجون الثاني، الجون ده موت الماتش خلاص. رافينيا الجون الثاني مجهود كبير جدا منه. هو رافينيا بصراحة الماتش اللي بيبقى فيه في يومه لا بيبقى لاعب انت تحبه، يعني لاعب يتحب، اللاعب المشجع زي ما قلنا عليه قبل كده، قلت انا اللفظ ده قبل كده على رافينيا، ان هو اللاعب المشجع، اللاعب اللي بتحسه بيلعب بقلبه، بيقاتل على كل كوره. اي كوره تحس فيها تدخل لا انت عارف ان رافينيا هيروح يتدخل ويجيبها. ف... فانا فعلا الموسم ده رافينيا ماتش عن ماتش بحبه اكتر واكتر. طيب تالت جون بقى، تالت جون يا جماعه، تمريرة كاسادو اللي هيشوف الجون. تمريرة بصل كورة كسر بيها الخطين تقريبا.
ايريك جارسيا اول ما خد الكوره ادى ثرو عالمي لليفا، وبرده ايريك جارسيا شايف ان هو بيتطور في المركز ده. فليك ممكن ما يكونش مقتنع بيه في الدفاع، بس هو في خط الوسط يعني بيثبت ان هو على الاقل يبقى لاعب دكه كويس، لاعب دكه تعتمد عليه، تنزله في الشوط الثاني متاكد انت ان هو هيدي كويس في المركز ده. جارسيا ادى ثرو جميل جدا لليفا، ليفا اول ما استلمها طولت منه، بس بتصرف جميل جدا وفينش يوريك المهاجمين فعلا. ده مهاجم عالمي. الفينش اللي عمله ليفا لما الكرة طلعت منه ولفت وسطه والكرة اللي يعملها لبره دي كرة ما يعملهاش غير لاعب تقيل فعلا. مهاجم عارف كويس هو بيشوط فين، مهاجم حافظ الجون كويس قوي. فليفا بصراحة ليفا النهارده كان عظيم. الهاتريك اللي جابه كان هاتريك مميز، اتصدر بيه قائمة الهدافين ب 10 تجوان، 10 تجوان في 9 ماتشات، رقم جميل جدا جدا لليفا. وليفا طول ما هو في لعيبة تحته بتصنع له هتلاقيه بيأدي. انما ليفا اللي بيطلع بره ال 18 ده، يعني اللي هو كان مع تشافي السنتين اللي فاتوا، هتلاقيه بيجيب اجوان. بس هو ليفا مهمته اكتر في البوكس. فليك متهيألي عارف يطلع منه النقطه دي كويس قوي، ان هو لا، انت في البوكس انت هيبقى وراك بدري، لامين، اولمو، رافينيا، هيودوك كتير، انت بقى حاول تخلص لنا. فبصراحه ليفا الماتش كويس جدا، شاط النهارده 6 كور منهم 5 على المرمى، منهم 3 تجوان، احصائيه جميله جدا لليفا. كاسادو، عايز اتكلم على كاسادو وبدري. كاسادو وبدري دول يا جماعه لعيبه، يعني انا بقيت احب الكره في رجلهم، لعيبه تحسها لعيبه كلاسيكيه كده، اللعيب القصير ده الكلاسيكي اللي تلاقي الشراب بتاعه ساقط كده، وتلاقيه لعيبه كده. يعني انا مش عارف اشرح، بس في ناس اكيد هتبقى فاهمان. اللاعب اللي انت تحب الكره في رجله، اللاعب اللي بيخش كده يعمل. كاسادو وبدري فعلا لعيبه بحبهم جدا جدا. كاسادو السنه اللي فاتت كنت شفته كان نزل شويه في ماتش الكلاسيكو اللي هو كان في البرنابيو، اللي برشلونه خسرته 3-2. كنت شفته شويه في الماتش ده ما اقنعنيش خالص. انما لا، كاسادو من اول الموسم ده بيعمل اداءات كويسه جدا، ويمكن اول الموسم كان برنال هو اللي اساسي عليه. بس هو لا، بعد ما برنال اتصاب قدر ان هو يثبت ان هو جدير ان هو فعلا ياخد فرصه في التشكيله الاساسيه. ولما المصابين يرجعوا، لا، انت كاسادو ده لما يتحط على الدكه انت عندك لعيب دكه كويس. لو هيلعب في ماتشات الكاسات، لو هيلعب كل ماتش 30 دقيقه، لا، انت بتنزل لاعب انت واثق منه. فكاسادو وبدري لعيبه ممتعه جدا. يمكن بدري النهارده ما عملش اقوى ماتش ليه، بس يظل بدري لاعب الكوره اللي تحب الكوره في رجله، اللاعب اللي هتلاقيه بيعمل فنتات، بيرقص، بيخترق كده لاعبين 3 تلاقيه داخل من وسطهم. فبدري يعني بالنسبه لي النهارده ما كانش اقوى ماتش ليه، بس يظل اللاعب اللي انت هتحب الكوره في رجله جدا. وكمان عايز اشيد بحاجه النهارده، انا مش عارف الناس ناسيه ولا هم ممكن يكونوا مش واخدين بالهم شويه، بس الاسبوع اللي فات في الدوري برشلونه خسرت 4-2، كان ماتش اوساسونا. جه ماتش في الابطال في النص برشلونه كسبته، وبعد كده الماتش النهارده. فان الفرقه تكون نازله برد الفعل ده بعد ماتش الخساره، فدي حاجه برضو تحترم جدا. عقليه الفرقه اتمنى ان هي تتغير. ومستني بقى، انا عايز اقول لكم بصراحه، انا مستني ماتش البرشلونه في الدوري او في الابطال يكونوا خسرانين فيه او متعادلين لحد الدقيقه 75 80، اشوف تصرف الفرقه، اشوف هيتفككوا ولا هيبقوا ذهنيا مؤهلين ان هم يكملوا، ان هم لا قادرين يلعبوا لاخر ثانيه. فانا بصراحه مستني ماتش زي ده لبرشلونه، الماتش اللي هيبقى رخم متقفل، الفرقه لحد الدقيقه 80 ما سجلتش، فمستني اشوف هيعملوا ايه. ومتهيألي ماتشات بعد التوقف اللي هي اشبيليه، ريال مدريد، البايرن، هيكون واحد منهم الماتش ده. فهو متشوق جدا للفرقه بعد التوقف الدولي. حبيت بس اتكلم عن النقطه دي، فكره ان انت جاي من خساره 4-2 في الدوري، كسرت سلسله الانتصارات اللي كنت عاملها على التوالي. وبرغم كده لا، الفرقه نازله مركزه في الملعب، مركزين على ماتش النهارده، اللي فات خلاص راح، مركزين ان هم يكسبوا النهارده. فدي حاجه حبيت اتكلم عليها، لان تعامل فليك مع النقطه دي، الفرقه بعد كل خساره، برشلونه كده خسرت ماتشين، الماتش اللي كان بعد كل خساره لا، برشلونه راجع فيه كويس جدا. فانا حابب ان هو كل ماتش الفرقه مش هزيمه تجر وراها سلسله، لا، اللي فات خلاص خلص، انزل الماتش ده اكسبه واعمل اداء اقوى، وارعب الخصوم، انزل اعمل سكور. فحابب دي جدا من فليك. وهو اصلا فليك عمل ماتش حلو جدا النهارده، برشلونه سددت 14 تسديده، منهم 9 على الجون، منهم 3 جوان. وزي ما قلنا التسعه اللي على الجون ده ليفا شايط منهم 5. فبرشلونه عملت اداء كويس النهارده. ديونج وفاتي اللي بينزلوا، اللي بقى لهم كده ماتشين بينزلوا تقريبا اخر نص تلت ساعه. فحابب برضو فكره ان المصابين بيرجعوا واحده واحده.
فاتي نزل كان هيجيب جونين او ضيع كورتين، كان في كورتين ممكن يسجل حاجه فيهم. ديونج اتمنى يتاهل كويس في فتره الاسبوعين دول، بحيث ان هو بعد التوقف الدولي ما يخلص يكون خلاص راجع بيلعب في الملعب. ومتشوق اشوف ديونج مع فليك هيبقى عامل ازاي. وبس كده، ده كان كلام النهارده. برشلونه راح التوقف الدولي متصدرين الدوري، الفرقه معنوياتها عاليه، اللعيبه كلها رايحه التوقف الدولي وهم متصدرين. بعد التوقف الدولي اللعيبه هترجع كمان، فالفرقه ان شاء الله هترجع اقوى. نفسي بس اللعيبه ترجع من غير اصابات في التوقف الدولي، وكل حاجه هتبقى ان شاء الله تمام. واثق ان فليك مع اللعيبه اللي هترجع هيعمل شغل معاهم. وبس كده، اتمنى ما اكونش طولت عليكم. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وما تتفرجوش وتجري، ونتقابل ان شاء الله في الحلقات الجايه. سلام.